سمعت الصوت؟ ده بقى كريم بورليه ابن عم كريم الكراميل، بس ايه حدوته. حل على النار نحط فيها كوبايه لبن و2 كوبايه من الكريمه، هيسخنوا مش يغلوا، يسخنوا بس. بعد كده في بوله نحط فيها 3 صفار بيض وبيضه كامله، والبياض هنستعمله في اي اكل تاني، نحط معاه شويه خضار، المهم ما نرميش حاجه من المطبخ. ونحط 5 معالق من السكر كبار ونقلب حبه. بعد كده نحط معلقه فانيليا صغيره ونقلب تاني بقى لحد ما توصل للقوام ده، يكون فاتح كده بقى وكريمي. حدوته يا جماعه، والله حدوته. اللبن والكريمه سخنوا ما غليوش. ركز معايا بقى في المرحله دي قوي. تبدا تنزل باللبن على البيض واحده واحده كده، وانت بتقلب بسرعه لحد ما تخلص الكميه كلها. ليه واحده واحده؟ عشان اللبن سخن والبيض ما يستويش. واحده واحده لحد ما نخلص الكميه كلها. ابدا بقى شيل البابلز كده كله من على الوش. بعد كده هات الطواجن اللي هتخش الفرن، ابدا حط فيها الكريم بورليه، ولو في بابلز تاني على وش الطواجن ابدا شيلها برضه. صينيه تكون غويطه ابدا حط فيها الطواجن عشان الكريم بورليه بيستوي على حمام بخار. بعد كده حط ميه سخنه تعدي النص، واطلع على الفرن يكون سخن على درجه حراره 180 20 دقيقه. طلعه وسيبه يبرد، ولما تيجي تاكله حط على الوش شويه سكر وبالبشبور ابدا ولع كده في السكر لحد ما يتكرمل ويبقى بالشكل ده. والله شكله يفتح النفس. كل ما تحب تاكل حاجه حلوه افتكر الكريم بورليه، ولما تدوقه ادعي لي. سلام.